بوناسيرا، عاملين ايه؟ جاي من منطقه شعبيه. جدتي ساكنه في منطقه شعبيه، فانا معدي النهارده وانا معدي من هناك لقيت راجل كبير في السن قاعد بيحط رمله حوالين بيته جنب البيت بتاعه كده. هو ساكن في الدور الارضي وبيحط شويه رمل. فبصراحه استغربت، فرحت التطفل بتاعي شويه، فقعدت ابص له بيعمل ايه ده؟ فرحت شويه شويه قعدت اتقدم له واجي جنبه وبساله، بقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي اصل انا هحط الاضحيه بتاعتي جنب البيت، وانا بحط الرمل بفرش الرمل دي على اساس المخلفات بتاعت الاضحيه بتاعتي كل يوم اللي هينزل منها هاخده واشيله وارميه في حته. استغربت بصراحه، فرحت باصص له كده قلت له بجد، وقلتها له من قلبي، كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب. يا ريت يا ريت المنظر ده يتكرر في حتت كتيره قوي. في ناس هي بتعمل كده، فانا المنظر ده عجبني جدا وشدني، فقلت لازم النهارده لما اروح في الحلقه هبقى اقول له عشان النظافه من الايمان. كل سنه وانتم طيبين علينا كلنا يا احلى جمهور، امهاتي واخواتي اللي بيتفرجوا عليا النهارده، كل سنه وانتم طيبين من قلبي. هنخش على طول على موضوع حلقتنا وننطر نكون نصرة بونتاتا ونخش على طول على اوضه العمليات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا اسف، وانتوا اتعودتوا معايا على طول ان انا كل حاجه بشوفها بقولها، والحاجات الكويسه في البلد بتاعتنا لازم نقولها ونشيد بيها عشان غيرنا يعمل زيها وتبقى حاجه جميله جدا. بجد الموضوع ده الموقف ده حصل بجد، يعني انا ما بقولش حاجات بخترعها وبالفها. ده راجل مصري وراجل كبير وعمل حاجه كده ظريفه. طبعا انتوا عندكم امثله كتير من العكس اللي انا قلته ده كله، فالفكره دي كانت جميله جدا ويا رب كلنا نطبقها في شوارعنا وفي كل حته. تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على طول على موضوع حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا النهارده ساره امام والحاجه ام راشا، ويعني عايز اقول 5 6 طلبوا مني الشاورما، شاورمه الفراخ، شاورمه اللحمه. فانا هعملها لكم النهارده بالطريقه اللي انا كنت بعملها هناك في ايطاليا، وعملتها النهارده اللي هنا برضه في المصريين، شويه مصريين. هي طريقه مختلفه شويه بس يا رب هتعجبكم. طبعا هو فيها كل المقادير، هقول المقادير دلوقتي بتاعه الصوص والمقادير بتاعه اللحمه. مقاديرنا هي الرز اللي انا هظبطه دلوقتي معاكم، معايا بهارات لحمه، معايا فلفل اخضر واصفر، انا اخترته نار ما لقيتش احمر كويس معايا زبده، معايا بصل، معايا ملح جوز الطيب، معايا العيش المحمص، ومعايا اللحمه قطعتها شرائح. تمام؟ هنقل على طول بسرعه واقول لكم برضو مقادير الصوص بتاعنا اللي انا هعمله النهارده. مكون من معايا زبادي، معايا طحينه، معايا بابريكا، معايا الصنوبر او البينولي زي ما بيقولوا بايطاليا، ومعانا البريتسيمولو او البقدونس. تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بسرعه على موضوع حلقتنا النهارده، وانتريامو نيل ليلا نوسترا بونتاتا. انا هاجي هنا على اساس اي حاجه اقطعها تبقى معايا مظبوطه. تمام؟ عرفنا مقاديرنا، طبق لذيذ وسهل فيه لحوم. طبعا احنا داخلين على ايه؟ على العيد، ولازم كل اللحوم بتاعتنا وبنعمل نحاول نقرب اي حاجه موجود فيها لحوم ليكم بحاجات بسيطه برضو، ومش ايه، مش هيفي، مش تقيله، ما تبقاش تقيله معانا. تمام؟ معجب قوي باقتراحاتكم والكومنتات اللي بتبعتوها والاطباق اللي انتوا عايزين نعملها. هنعمل العيد يخلص ان شاء الله، يعود علينا يا رب بخير وسلام، وبعدين هنرجع بقى من العيد بقى وهنخش بقى في الشغل الجامد قوي بتاع ايطاليا، وهنعمل شويه حاجات يا رب يا رب تعجبكم ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نظبط بس البوتاجاز بتاعنا ونجيب الهوك الظريف عشان نبتدي. اول حاجه هنحطها البصلايه بتاعتنا. ماشي، البصلايه زي ما انا قلت انا بقطعها شرائح عاديه جدا على قد ما تقدري تقطعيها ايه، شرائح صغيره كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. بلاش مفرومه، ما بحبش انا المفروم
في الشاورما فراخ، في الشاورما اللحمه او شاورما الفراخ ما بحبش احطها لازم بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اهو الزبده، شويه زبده ظراف كده، ابتدي تزيد معانا. ودي بقى المقادير بتاعت الصوص بتاعنا الجميل اللي هيتحط مع الحاجه كلها. واحنا هنعمله دلوقتي. انا بحب احتفظ بكل حاجه فيه زي ما هي كده. البينولي زي ما انتم شايفين زي ما هو، او السونيبر بيبقى زي ما هو كده. في ناس بقى بتعمل لك ايه، تحط الخلطه دي كلها مع بعض وبالهاند بندر وبتديها ضربه او ضربتين بيبقى كله كريمه معايا. لا، انا بحب ايه، احس بالبينولي، بحبه جدا على اساس كمان غالي جدا. و مش عايز ازود عليكم عشان في ناس كتير هتقول لي يا شيف ياسر ده غالي جدا. وبعدين طيب خلاص مفيش مشاكل، بلاش، مش هتفرق يعني، ما مش مشكله يعني بالنسبه لي. تمام. الزبده بتاعتي اوكي تمام. اخش عليها على طول بالبصلايه اللي قطعتها شرايح. قطعنا البصلايه بتاعتي شرائح، وبعدين اخش عليها بالفلفل بتاعي. في ناس كتير بتتابعني وبتقول لي انت بترمي بقى الحاجه. لا والله ما برميها، الحاجات بتاعتنا كلها مفيش حد بتترمي. جالي كومنتات كتير بتقول لي الاكل اللي انتوا بتعملوه ده بيروح فين؟ جميل جدا. عايزين نعمل بس حاجه صغيره جدا، اخش عليها بشويه ميه قليلين جدا عشان بس ما تتحرقش معايا، ومش عايزها كمان عايز الفلفل يندي معايا. شويه ميه بسيطه كده. اوكي. وبعدين اخش عليها بالفلفل الاخضر. نقطع فلفلايه كمان. كفايه كده؟ ماشي، كفايه كده تمام. ممكن بقى نشيل كل الحاجه دي، ملهاش لازمه معانا خالص. تمام. بصوا المنظر، حطينا الفلفل والبصل كله تمام. ابتدى اهو، بس خليه بس ايه يبخر الميه اللي فيه ده. بس حطيناها بس عشان تندي وتستوي معانا بسرعه. تمام. خش عليها شويه ملح وفلفل. الملح بتاعنا اهو، وادي الفلفل. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا الزبده، حطينا الفلفل اصفر واخضر عشان ما فيش احمر، ما لقيناش احمر، وبعدين حطينا الزبده ملح وفلفلي، وادينا اهو البصلايه بتاعتي البيضه عملناها اهو. ما تحطيش بصل احمر، ما بحبوش في الاكل ده، ما بحبوش. البصل الاحمر بحب البصل الاحمر بس في انواع السلطات، لما تيجي تعملي سلطات او حاجات في السلطات والحاجات اللي هي ممكن تتاكل فيها السلطه فريش، فممكن تحط البصل الاحمر. ما برجحش البصل الابيض. البصل الابيض بحب لما في السوى او في الطبخ بحب استعمل البصل الابيض. تمام. تمام. عملنا الحاجه بتاعتنا. هتروحوا لي فاصل صغير بسرعه جدا، صغير جدا. هترجعوا، اول ما ترجعوا هبتدي اعمل الرز بتاعي وابتدي احط اللحمه واعمل الصوص بتاعي بتاع الشاورما اللحمه النهارده، ونعملها بسرعه قدامكم. نومكم مين يلا روحوا فاصل بسرعه، تعالوا بسرعه بسرعه.
ورجعت لكم بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين قدامي كده نص المنظر. بص نشفت كل الميه وايه وندت. بصوا حسيت ان ايه ان استوت، ابتدت تستوي معايا. شايفين؟ هو ده اللي انا عايزه. فعشان كده حطيت شويه الميه دول. مش سر ولا حاجه، بس هو يعني ايه تظبيط. تمام. انا الحله بتاعتي الظريفه اهي. هعمل بقى شويه رز كده عاديين جدا، مش محتاجين اي حاجه. وهنا بس عايزين نغير، نعمل شويه رز ظراف كده. رز عادي جدا ابيض، عايز احطه من تحت مفيش مشاكل. رز بسماتي، الاصفر، يعني اللي انتوا عايزينه مفيش مشاكل. اي رز يعجبكم ممكن تحطوه. تمام. نخش على طول باللحمه بتاعتنا اللي انا مقطعها. صحيح، عايزه برضه اوريها لكم. هي يعني مش صعبه قوي، يعني مش صعبه قوي، مش عايز اوريها لكم ان هي صعبه قوي عشان انتوا اكيد عارفينها. دي اللحمه بتاعت الشاورما، معروفه جدا. مستر هشام بس يوريها لي كده. دي معروفه، مش سر ولا حاجه، دي كل الناس عارفاها. كل الناس عارفاها. اللحمه بتاعت الايه؟ الشاورما متقطعه بالطريقه دي. تمام. دخلنا باللحمه بتاعتي كلها اهي. نخش عليها بشويه بهارات لحمه حلوه قوي. هنا بقى تحط التوابل، هنا تحط التوابل، محتاجه توابل. وشويه بلح جوز الطيب حلو قوي، بيدي ريحه حلوه قوي. حطينا الملح والفلفل بتاعنا صح؟ حطيناه. تمام. ونديها تقليبه. اعملوها وشوفوا الريحه عامله ازاي، هتعجبكم بجد بجد. الريحه هتعجبكم. مش عايز اقول، انتوا لازم تحسوا باللي انا فيه ده، اللي انا بعمله ده بجد يعني. واو واو واو. شاورما فراخ، شاورما لحمه. طيب ما انت قاعد تقول لي فراخ، قاعد تقول لي فراخ فراخ فراخ. طب معنى كده ايه؟ ان انا لو بدلت اللحمه وعملت بدالها فراخ هيبقى تمام؟ تمام. فيها ايه؟ هنشيل اللحمه ونحط بدالها فراخ. بس البهارات بتاعت اللحمه هنبدلها ببهارات فراخ او مرقه دجاج. فانتاستيكو. قشطه. تمام. الرز بتاعنا ننزل على طول عشان نظبطه. شويه رز، عشان بس ايه مخرجنا الجميل يوريكم الشغل بتاعنا. شويه زبده يا جماعه، الريحه هنا لا تقاوم بجد والله. تحفه. جميل قوي، جميل 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 جميل. طيب نهدي عليها النار بقى شويه عشان تستوي معانا. بس يستحسن ان انت ما تهديش عليها النار عشان عايزها تبقى جاهزه، تبقى عامله الرز في الاول وتجهزيها. انا بس هدي عليها النار، مش هتندي معايا ولا حاجه، وهتبقى جميله جدا. تخافيش، كله اتظبط معايا اهو. بس لسه شويه، خليها بقى ايه تستوي شويه كده مع نفسها. والرز بتاعنا جميل. نخش عليه بشويه الميه بتاعتنا. تمام. نجيب له بقى شويه ملح وفلفل. نظبط برضه الرز بتاعنا. شويه فلفل اسود قليلين. عندك شويه مرقه ممكن تحطيها، بس انا ما برجحش المرقه، انا بحط عليه سنه بهارات
لحمه برضه عشان تديني الطعم، مفيش مشاكل، مش مشكله يعني. عندك ما عندكيش، ما بنستغربش احنا من الحاجات اللي احنا بنعملها، ونسيبه مع نفسه يظبط شويه. طيب نغطيه. تمام. هنروح بقى دلوقتي، ده العيش بتاعنا اللي هيتحط مع فتة الشاورما، وبعدين هنخش على الكريم بتاعتنا او الصوص بتاعنا اللي هيتحط مع شاورما الفراخ. طيب نقوله تاني، معايا زبادي، معايا بقدونس، معايا طحينه، معايا البابريكا، معايا السنيبر، هحط عليهم بس شويه زيت زيتون، هزودهم شويه ملح وفلفل ويتعمل. تمام. البوله الظريفه، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط نخش عليها بالزبادي بتاعنا، زبادي فريش طبعا. تمام. البابريكا، الطحينه بتاعتي كلها، السنيبر، شويه بقدونس، ونخش عليهم بشويه ملح. في ملح هنا كمان قليلين جدا عشان حطينا ملح في اللحمه وملح في الرز، ومش عايزين ايه نخليها. ثواني بس نروح بس نشوف الرز بتاعي عشان ابتدى ايه. ايوه بيتظبط اهو، واللحمه بتاعتي هديت عليها النار. طيب هنا محتاجين ايه؟ هنا حطينا الملح، حطينا الطحينه، حطينا الزبادي، تمام جدا. نبتدي نقلب كله بيجي مع بعضه، نحط بس شويه ايه؟ زيت زيتون. ولا شويه فلفل اسود، حلو حلو. لازم نحط كل الحاجات بتاعتنا الجامده. في ناس بقى ايه اللي انا عملته ده كله، بتيجي بقى ايه تمسكه بالميكسر او تحطه في المضرب ايه تديله ضربه جامده قوي، تخليه كله كريمه، وتزود عليه شويه زيت كمان او شويه ليمون، ويبتدي ايه يبقى سايل معاه. بس انا بحبه بالطريقه دي، يعني براحتكم. بصوا المنظر عامل ازاي، مش عايز احركه بس عشان تشوفوه. بصوا المنظر. تمام. هنعمل بس حاجه ظريفه جدا. اوكي. عايز بس ايه ادوقه. نشوفه بقى عامل ازاي. عايز شويه ملح كمان. تمام. اوكي. عقبال انا ما بحط الملح على الصوص بتاعي او الكريمه بتاعتي، هتطلعوا لي فاصل صغير قد كده، وارجعوا لي شويه اعلانات وتعالوا لي يكون ايه
ظبطت لكم الرز واعمل لكم الفته، وبعدين نشوف الاطباق التانيه اللي معانا النهارده ايه. تمام؟ نون كومينشو سينسا فوي، مش هبدا الا بيكم. ورجعت لكم بعد الفاصل اعزائي واحبابي امهاتي واخواتي بيتفرجوا عليا دلوقتي. وفتة الشاورما لسه ما خلصتش معانا بالطريقه اللي انا بعملها، في طرق كتير جدا. انتوا اتعلموا الطريقه دي، عجبتكم هتنفذوها، في حاجه ما عجبتكمش مش هتنفذوها، وانا تحت امركم. وبسرعه بعد الحلقه هتخش على صفحه بانوراما فود، وعايز تعليقاتكم وكومنتاتكم عشان انا بحتفظ بيها جدا وبحترمها، واي نقد باخده بصلح فيه في المرات الجايه ان شاء الله، عشان اكون على عند حسن ظنكم انتوا. تمام. الرز تمام، اوكي. الشاورما، اللحمه تقطعت شرائح مع البصل والفلفل الاخضر، كله تمام. طيب انت بقى بتعملها ازاي يا شيف ياسر؟ كده بجيب الطبق بتاعي، احط عليه العيش المحمص اللي احنا بنلاقيه ده. صحيح، في ناس كتير سالوني انت بتجيب العيش ده شكله حلو كده ليه منين؟ لا، ده ما بيبيعش كده يا جماعه، ده بيتجاب العيش اللي هو الشامي، وبنقطعه شرائح صغيره وبيتقلي في الزيت، تمام كده، او بيتحمر في طاسه، بيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ جدا. طيب عملنا العيش بتاعنا، فردناه حلو قوي كده. اوكي، كفايه كده، كفايه. اخد الرز بتاعي وبعدين احطه فوق العيش بالطريقه دي، ولا انا بس عايز ايه عشان لما يخلص الطبق يبقى باين العيش من تحت، فبحاول على قد ما اقدر عشان اللي ما شافش الحلقه من الاول يبقى متابع ان في حاجه تحت، ما بقاش مداريه كله. تمام، كل حاجه مش هنرمي حاجه خالص اهو، كله معانا تمام. طيب ايه اللي فاضل تاني؟ انت معاك لسه الصوص بتاعك. طيب حسب بقى الصوص اللي انتوا عايزينه كتير قليل براحتكم، بس هي دي الطريقه اللي انا بعملها بيها. في ناس بتحط الخس الاخضر من فوق، جميل جدا وطعمه بيبقى لذيذ جدا، ماشي مفيش مشاكل. وفي ناس بتعمله بالطريقه اللي انا بعملها دي. وجبه جامده جدا وجامده، انا بعشقها والله بامانه. انا لما بعملها لما ببقى لوحدي بعملها كتير قوي، وحتى اصحابي المقربين مني قوي يعني عارفين ان انا بعملها كتير جدا بالطريقه دي بالظبط كده. بص المنظر بجد جميل. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل الشاورما بتاعتنا. طيب انا بقى اروح نازل بالشاورما كده من فوق عشان ايه؟ يجيبها لي بالظبط زي ما انا بحطها كده. تمام يا سيدي يا زيدي، جميل جدا لذيذ جدا. وبعدين نرش بس شويه كده عشان يدينا ريحه، وقربوا ليكم وتقعدوا تتفرجوا عليه عقبال ما اكتب المقادير بتاعه الطبق التاني اللي هي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، واعمل لكم كور اللحمه مع بابا غنوج. ماشي، بابا غنوج ليه طريقات كتير، بس انا بابا غنوج بتاعي النهارده انا هزود عليه فلفل. طيب فلفل كده يعني. انا شويت الفلفل مع البتنجان، وهحط عليه الطحينه، وهحط عليه السنيبر، وهحط عليه حبه توم صغيرين كده، واضربهم مع بعض بزيت الزيتون، والبصله مع الكفته هعمل منها كور
وهيتحطوا كلهم مع بعض، هعمل لكم بطريقه لذيذه جدا. طيب نقول المقادير بتاعتنا. طيب معانا بتنجان فرن، فلفل فرن، حطيته في الفرن وتشاه قدامكم، ومعايا لحمه مفرومه، معايا توم، معايا بصل، معايا طحينه، ومعايا السنوبر او البينولي زي ما بيقولوا عليه بالايطالي. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعه بسرعه نعمل الطبق الثاني اللي معانا النهارده، ونلبس كلافز زي الدكاتره عشان الموضوع هنا بقى ايه، هنبتدي نلحوس ونعمل وهنغرق الدنيا، فلازم ايه عشان في بابا غنوج. بابا غنوج. طيب ما اقول لك حاجه حلوه، طب ما تيجي نعمل اللحمه الاول عشان نخش ايه نشمعها في الفرن. طيب اللحمه اهي قدامنا زي ما انتم شايفين، هنجيب بس بوله ظريفه كبيره ونحط فيها اللحمه بتاعتنا كلها. واو، كل اللحمه اللي معانا النهارده. اوكي، ونخش عليها بشويه زيت زيتون، شويه قليلين جدا، احنا هنشمعها بس يعني تشميعه بسيطه كده. طيب نخش عليها بشويه ايه بهارات لحمه برضو. دي بقى الحاجات اللي بطلعها بعيد عن المقادير. ليه بقى؟ عشان في واحد بيحبها او ما بيحبهاش براحته. انا دي طبعا بعد الحلقه هاكلها، فبعمل الحاجه ايه زي ما بحبها. تمام، خش عليها شويه ملح. تمام، على فكره اكتشفت حاجه حلوه قوي، ان دي احسن من دي. اه والله، بصوا دي ما بتملحش، لكن دي بصوا نزل. طيب من النهارده اعتذر لكم، انا مش هستخدم دي تاني، هخليها كده زي ديكور وهستخدم بس دي. اعذروا انا اسف. طيب حطينا الملح، فاضل فلفل اسود. فلفل اسود شويه صغيرين. واو، خلصنا الفلفل الاسود. وبعدين هخش عليها بحته توميه صغيره كده، صغيره قوي يعني. تمام، وبعدين هاخد كله مع بعضه كده واديله ضربه ظريفه كده حلوه، كله مع بعضه. تمام، بحب ادخل ايه كل حاجه في بعضها اهي، عشان بس ايه تاخد ريحه التوم وتاخد الزيت وتاخد البهارات اللحمه بتاعتي وكله يبقى ايه تمام. طيب نجيب بقى ايه طبق كده ظريف. تمام، وبعدين هنبتدي نعمل، بس انا اسف ان انا هعملها بايدي طبعا. ليه بقى؟ عشان عايزين شويه ميه. دي بقى مش محتاجه ان انا البس كلافز فيها، معلش انا اسف اعذروني. عشان ايه؟ دي محتاجه ان انا المس اللحمه بايدي او ايه الكور زي ما انتم شايفين كده. حاول كلهم يبقوا قد بعض. طبعا انت في البيت اكيد يعني، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم قد بعض. حاجه بسيطه جدا، اكله بسيطه جدا للاطفال ممكن تعملها لهم مفيش مشاكل. كمان شويه عايزين بقى ان شاء الله بعد العيد بامر الله هنبتدي بقى نعمل بقى ايه. عايز اعمل لكم مهرجان السندوتشات، ان احنا الساندوتش ان احنا نعمل شويه سندوتشات كتير، بحيث ان الايه الاطفال ياخدوهم معاهم في المدرسه. سندوتشات ايطالي او الحاجات دي بيرموا فيها البكتيريا وكده، ولازم يكون ايه احنا محافظين على سلامتنا وعلى سلامه اطفالنا. طيب امهاتي واخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، اللي معجبين ببرنامج ايطال ايجيتسيان او طلياني مصري، هتروحوا لي الفاصل صغير عقبال ما اخلص الكور بتاعتي وبعدين هدخلها في الفرن. طيب اقول لكم على حاجه، روحوا فاصل وتعالوا لي، هكون انا جهزت الكور بتاعتي وبعدين نكمل موضوع الحلقه بتاعتنا بتاع بابا غنوج. روحوا فاصل وتعالوا لي.
ورجعت لكم بعد الفاصل، وزي ما انتم شفتوا حطيت اللحمه بتاعتي الكور عاديه جدا، حطيناها في الفرن قدامكم وهتتشمع شويه، بسيطه جدا ما فيهاش اي بصل ولا فيها اي حاجه، فيها شويه حاجات صغيره جدا. المهم ملح وفلفل وشويه بهارات وتمام. هنا لسه هنعمل بابا غنوج بتاعنا بالبصلايه بتاعتي دي بطريقه غريبه شويه مختلفه، يا رب تعجبكم. وبعدين هقول بس هسيب بابا غنوج دلوقتي عشان لسه هقول لكم مقادير الطبق التاني اللي معايا النهارده. معايا شرائح لحمه النهارده متبلها في الليمون وال شرائح اللحمه النهارده متبلها لكم في ميه بصل، وحط عليها ملح وفلفل وبهارات، وده بس التتبيله اللي انا عملتها. يبقى ملح وميه بصل وفلفل وبهارات لحمه بس كده. وهنا بقى شويه دقيق، ومعايا الكورن فليكس، ومعايا البيض بتاعي زي ما انتم شايفين، جبت 4 بيضات منهم. طيب المهم، طيب هنعمل ايه بقى؟ طيب هنضرب البيض الاول. زي ما هي. طيب ضربنا البيض بتاعنا، نحط بس عليه شويه ملح وفلفل. تمام تمام. نجهز الطبق بتاعنا. وبعدين نخلي الزيت قدامنا اهو يتقدح. عقبال ما الزيت بتاعي يتقدح على طول بسرعه هنجيب بقى ايه، بوله ظريفه عشان نحط فيها الطحينه بتاعتنا. تومه بينولي او سنيبر، شويه بقدونس، نقطع بصلايه بسرعه كده شرايح صغيره. البصلايه بتاعتي اهي. على جنب كده. تمام. وبعدين البتنجان بتاعنا اللي اتشوى ده ظريف جدا، عايز بس اوضحه عليكم كده تشوفوه وانا بقشره كده. طبعا بابا غنوج معروف جدا وكلنا بنعمله، سهل وبسيط جدا. تمام. ناخد الطبق اللي بره ده كده، معلش. البتنجان بتاعنا اهو كله زي ما هو،
بس يستحسن البذر يتشال بصراحه يعني. تمام، ونخش بيه على كل الحاجات اللي احنا خدناها دي، نحطها تاني كلها مع بعض كده. وبعدين اروح بسرعه اشوف الزيت بتاعي حصل له ايه. لسه شويه فاضل له بس ايه، دقيقه كده. طيب نكمل بقى ايه اللي احنا عملناه هنا اهو. بس بالبنوني بقى بيبقى طعمه حلو. عايز تضربيه كله مع بعضه تمام. ملح تمام. عايزين بس ايه، لسه شويه ملح كمان. عايزين بس نروح نجيب الكفته بتاعتنا اهي بقت جاهزه خلاص. واو، زيت الميه بتاعتها وبقت تمام. طيب ملح، واو فانتاستيكو. تمام، بس احنا بس ايه مركزين شويه. البقدونس بتاعنا، وبعدين نخش عليه على طول بالكفته بتاعتنا الظريفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي قدام، وبعدين الفلفل الاخضر الظريف كالباردنيتش كده تمام. وبعدين البصل بتاعنا شرائح، ادي الطبق التاني. يلا بقى بسرعه نعمل كورن فليكس بتاعنا مع البيض واللحمه. اول دقيق زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بيض، وبعدين كورن فليكس، دقيق تاني. بصوا بقى عامل ازاي، شايفين؟ والزيت لازم يكون، بص المنظر. معلش انا عملت بايدي وعملت كده بسرعه عشان بس عايز اوريكم المنظر، مش محتاج بقى البس جوانتي والحاجات دي، فكنت عايز اعمله بالطريقه دي على اساس تشوفوه المنظر هيطلع ازاي. معلش انا اسف، اعذروني. يبقى احنا قلنا ايه؟ دقيق زي ما انتم شايفين، وبعدين بيض، وبعدين كورن فليكس،
هو بيلزق معايا عادي اهو. وبعدين دقيق تاني، وبعدين اخش ايه في الزيت على طول. تمام. الطبق بتاعنا بصوا القطعه بقت عامله ازاي. بالمنظر ده، شايفين؟ يلا نعمل واحده كمان. يلا نعمل واحده كمان بسرعه. دي قلنا بيض، كورن فليكس، دقيق، وبعدين زي ما هي. حاول على قد ما تقدر تطلعيها بدري شويه عشان تبقى ايه لونها ذهبي كده وظريف. وقت برنامجنا خلص، عقبال ما انا اكمل القطعتين اللي معايا تانيين وبعدين هحطه لكم. عقبال ما تنزل التتر بتاعنا اشوفكم في حلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين. برنامج ايطالو ايجيتسيانو او طلياني مصري على قنواتنا، قنوات بانوراما فود. تابعوني على صفحتي الشيف ياسر فضه، صفحه البرنامج. الحاجات اللي هتنزل دلوقتي قدامكم جوجل بلس، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام. تشاو ماما.